انا دلوقتي عارف مساحه الغرفه عندي، اوكي. وعرفت عدد القطع اللي هركبها، ايوه ومش عايزك تيجي تركب. مفيش مشكله. اركبها ازاي؟ لا ده امر سهل جدا، احنا كده كده بندي لك 2 دي موديل بتقدر عن طريقه تعرف الحاجه هتتركب ازاي. بس خليني اقول لك هو ليه الجمله بتاعت ان احنا دايما بنفضل ان اللي يركب يكون متخصص. انت تقصد اتفضل. بالموديل اللي انت هتديهولي ان انا اقدر اركب ازاي، ولا هيبقى في هتعرفني رسم، اماكنها ما فين؟ انا هقول لك هو هيكون في رسم موجود معاك بيقول لك كل قطعه مكانها فين. تمام. فكره التركيب ازاي سهل ان احنا نبلغك نقول لك ركب بالطريقه الفلانيه، ولكن قيمه المتخصص في التركيب مهمه جدا جدا جدا. اولا في بعض القطع بيبقى اوزانها تقيله، فلو اتركبت بشكل ما فيهوش نسبه امان ممكن تقع، وساعتها بتبقى مشكله كبيره. زي السقف مثلا. ده السقف ده حاجه من الحاجات المهمه جدا، لكن غير السقف في قطع حتى من اللي بتركب على الحوائط بيكون وزنها تقيل. السقف ده بقى مشكله اكبر لانها حاجه من فوق، فمش تقع على الارض، هي تقع على الناس اللي موجوده داخل دي البسكوت. ساعتها مصيبه اكبر. بالظبط. الحاجه التانية القياسات نفسها في التنفيذ. الشباب المتخصصين اللي شغالين معانا هم ممارسين لده كل يوم، كل يوم بيركب، فهو خلاص عارف كويس قوي هيركب الحاجه مكانها فين بالظبط. لان زي ما انت عارف الزوايا اللي احنا بنركب بيها والاماكن اللي بنركب فيها لو اتغيرت بتحصل مشاكل كبيره في الصوت.